اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حلقتنا النهارده حلقه جميله جدا، هنعرف فيها ازاي ننظف الفسيخ بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. وكمان هنعمل جنبيه كده شويه عيش على عين البوتاجاز، حاجه كده تحفه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه حبايبي معايا 2 كيلو من الدقيق نخلهم كويس جدا. هنزل بيهم كده في حاجه واسعه عشان اعرف اعجن، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من السكر، ونص معلقه صغيره من الملح، واتنين باكت من الخميره الفوريه، ودي ميه فتره زي دمة العين. هننزل بالميه كده حبه حبه ونتوه الدقيق كده بالميه كويس زي ما انتم شايفين. بعد كده هنستغنى عن الاسباتيلا خالص، وبقى نشمر ايدينا بقى ونبدأ نعجن بقى ايه العجينة كده، نلت ونعجن العجينة لحد ما نحصل على عجينة كده ملساء وطرية كده، ما تكونش مكتومة زي ما تشوفوها دلوقتي. عايزة اقول لكم انا بحب يوم العجين جدا، بحب العجين كده في البيت، وريحة العجين كده بتملى البيت كله خير وبركة كده. بصوا بتلتوا العجينة بالشكل ده لحد ما العجينة تبقى طرية ما تكونش مكتومة، وتكون بالشكل ده. بعد كده بقى نحطها في بولة صغيرة، ونبدأ ان احنا نغطيها بلاستيك راب وفوطة نظيفة كده، ونسيبها بقى من ساعة لربع ساعة علشان تخمر. كده حبايبي بعد ما فات حوالي ساعة الا ربع، هنجيب الطبق بقى اللي نقطع عليه، نرش عليه شوية من الدقيق، وبصوا العجينة معانا تحفة، خمرت وبقت جميلة ازاي. هنبدأ بقى نقطعها التقطيع اللي انت عايزاه، يعني لو حابة تكون اكبر من كده تمام، لو انت حابة تكون اصغر زي ما انت حابة. هنقطع بقى الكمية كلها، وبعد كده هنغطيها علشان طبعا ما تعملش طبقة قشر كده على وش العجينة. وبعد كده حبايبي طبعا الرخامة دي احنا غسلينها ومنشفينها زي الفل. هنفرد عليها شوية من الدقيق علشان هنبدأ نشتغل على الرخامة بتاعتنا. هبدأ ان انا افرد اول كورة انا قطعتها بالشكل ده، وطبعا يعني بنفرد شوية من الدقيق تحتيها، وبنسيبها سميكة شوية ما تكونش رقيقة جدا، يعني بنسيب السمك بتاعها زي ما انتوا شايفينه كده. العجينة علشان ناجحة بتتفرد معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. تمام كده. هنخلص بقية الكمية كلها بالشكل ده. وبعد كده حبايبي هنجيب بقى طاسة كريب. لو انت ما عندكيش الطاسة دي، ممكن طاسة عادية صينية عادية خالص بتقلبيها على الظهر بتاعها وبتشتغل عليها، يعني بتديكي نفس النتيجة. دي على يعني اعلى عين على البوتاجاز، بسيبها تسخن، وبعد كده ببدأ بأول رغيف انا يعني فردته. ببدأ ان انا احطه، اول ما بلاقي فقاقيع بدأت تبان على الوش كده بقلبه على الوش التاني، وبعد كده يعني بيديك اللون الجميل ده، بجد كان العيش تحفة. وطبعا بين كل رغيف ورغيف بنشيل الطاسة دي، بنمسحها طبعا بمنديل او بفوطة مطبخ، علشان طبعا الدقيق اللي بينزل عليها ما يتحرقش، وتبقى نظيفة للرغيف اللي احنا نحطه بعديه. تمام. بصوا العيش تحفة بجد. عايزه اقول لكم اي حاجه بنعملها في البيت يا حبايب قلبي بجد جميله. على الاقل انت نخله دي كويس، عجناه كويس، عارفه انت عاملاه ازاي بايديكي، بجد يعني خلاف اللي بيجي من الفرن. ربنا يعني يرحمنا برحمته بجد يعني يا جماعه. كذا مره بلاقي في العيش اللي بيجي من الفرن حاجات غريبه، يعني حاجات غريبه الشكل، مش عارفه هما مش بينخلوا دقيق، مش عارفه في ايه بجد يعني. فربنا يرحمنا برحمته. في اي حاجة احنا بنعملها في البيت بنبقى واثقين فيها ونخلينه كويس. عارفة انت بتعجنيه في حاجة نظيفة، المية طبعا نظيفة، يعني اي حاجة بتتعمل في البيت بجد حلوة. العيش طلع تحفة وكان طعمه خطير بجد. اهم حاجة تنضفي الطاسة، ما بين كل رغيف ورغيف تمسحيها. طبعا بقى يبقى فيه في الاخر كده شوية دقيق على البوتاجاز، بنمسحهم بفوطة عادية خالص ناشفة كده، بيبقى معاكي زي الفل. هنا بقى يا جماعة بقى بطل حلقتنا الفسيخ، حاجة كده تحفة، جميل وريحته خطيرة بجد، حاجة كده جميلة جدا وانا بحبه قوي. طب الفسيخ يا حبايبي، بصوا الفسيخية عاملة ازاي. اهم حاجة طبعا لو انت مش عاملاه في البيت، انا مش عاملاه في البيت ده، انا شارياه. بس يعني اهم حاجة وانت بتشتري الفسيخ لازم تجيبيه من حد انت واثقة منه، يعني فسخاني كده يكون مشهور، يكون معروف. ما تجيبيش الفسيخ من حد اي يعني من اي حد. تمام كده. هنبدأ بقى ان احنا نحط الفسيخ كده. الورقة دي طبعا نضيفة، اللي جاي عليها ان ما كانش عندي المشمع او البلاستيك اللي هو بيتفرد على السفرة، فانا حطيت الورقة دي وبدأت ان انا جبت البلانشة. هنحتاج البلانشة والمقص والسكينة. تمام.
طبعا لو انت عندك البلاستيك اللي بيتفرد على ترابيزة السفرة، يعني افردي طبقة حلوة كده على الرخامة عندك، علشان طبعا القشور اللي احنا بتطلع من الفسيخ دي علشان بتبقى جامدة كده، فبتبدأ ان هي تطير كده وانت بتحكيها بالسكينة، فهتبهدلك الدنيا. فبالراحة وانت بتعملي القشور دي، يعني حاسبي كده بالراحة واحدة واحدة، علشان القشور ديت ما يعني ما تتنطورش كده ولا كده، ولا تبهدلك الرخامة، ولا تيجي على البلاط بتاع المطبخ عندك وتبهدلك الدنيا. اهم حاجة تحط البلانشة، نحط الفسيخية عليها، ونبدأ ان احنا نشيل الزعانف، علشان الزعانف دي يا حبايبي بتبقى مدببة كده وحامية، علشان لا قدر الله حفاظا على ايدك، ربنا يا رب يعني يسترها معانا جميعا. بعد كده بنشيل القشور عكس اتجاه القشور، يعني بنمشي بالسكينة عكس الاتجاه بتاع القشور بتاع الفسيخية. وبعد كده بنفتح البطن بتاعتها بالشكل ده، وبنشيل البطن بتاعت الفسيخة، وفي طبقة كده بتبقى سمرة تحت البطن هنشيلها دلوقتي بالسكينة زي ما انتوا شايفين. وطبعا بنقطع الراس بتاعت الفسيخية كده وبنستغنى عنها خالص. دي المنطقة بقى اللي تحت اللي هي مكان البطن بتاع الفسيخية، بنبدأ ان احنا نحكها بالسكينة كده. اهم حاجه مناديل جنبك، يعني على طول باستمرار امسحي البلانشه بتاعتك، علشان القشور اللي بتطلع من الفسيخه ما تجيش في اللحم بتاع الفسيخيه من جوه. وطبعا اي قشور بتيجي على البلانشه بننزلها بالسكينه كده على على الورقه اللي احنا فاردينها دي، او البلاستيك لو انت هتفردي كيسه او بلاستيك او اي حاجه عندك. وبنخلي الشوكه بتاعت الفسيخيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان هو زي الزبده بجد، طلعت معايا بكل سهوله. الشوكه بتطلع سهله جدا. وبعد كده حبايبي في شوك بيبقى في الجنب كده، الجنبين بتوع الفسيخيه، بيتشال كده بكل سهوله. بنشيل كل الشوك اللي في الجنبين بتوع الفسيخيه كده، وبعدين بنبدا ان احنا ننضفها كويس جدا من الشوك. تمام بالشكل ده. طب بعد كده حبايبي بنمسك بقى مكان الجزء بتاع الديل، اللي هو اللي من مكان الديل كده، وبنخليها من القشرة، يعني بنخلي طبقة صغيرة كده. وبعدين بقى بنمشي بالسكينة كده واحدة واحدة بالراحة كده، بنحك كده اللحم بتاع الفسيخية من الجلدة، بيطلع معانا بكل سهولة بالشكل ده. هنجيب طبق التقديم بقى ونحط فيه اللي احنا الفسيخ اللي احنا نضفناه. بصوا بيطلع بكل سهولة بالشكل ده. طبعا دي القشرة بقى خلاص كده هنستغنى عنها خالص. هعمل واحدة تانية. بنشيل الزعانف كلها بالشكل ده اهوت. تمام. طب بعد كده حبايب قلبي هنبدأ ان احنا بالسكينة نمشي عكس اتجاه القشور. القشر طبعا بتاع الفسيخ العكس الاتجاه، بس بالراحة كده علشان القشر ما يطرش منك كده، او يعني يتنطور منك يبوظ لك الدنيا، ويجي على الرخامة ويبوظ لك الدنيا. تمام. ممكن كمان تحطي الفسيخية في قلب كيسة من جوه، وتحطي ايدك في قلب الكيسة كده وتعملي القشور بتاعتها عكس الاتجاه، علشان القشور لو يعني طارت او جيت اتنطورت هتبقى في قلب الكيسة، مش هتبهدلك الدنيا. تمام يا رب تكونوا فاهميني. نبدأ بقى لو جه اي قشور على البلانشة بننزلها كده بالشكل ده. وطبعا معذرة على القشور بتاعة السمك اللي هو على الورقة يعني، بس يعني انتوا عارفين بقى فسيخ يا جماعة. هنبدأ بقى كده، نبدأ ان احنا نفتح الجزء اللي هو في اخر الديل، ونبدأ ان احنا نخلي الشوكة بالشكل ده، تطلع بكل سهولة. وبنقطعها بقى بالجزء بتاع الديل اللي في الاخر ده. خلاص كده بنرميها. وبعد كده بقى بالسكينة بنشيل الطبقة اللي هي مكان البطن، اللي هي بتبقى يعني سودة شوية مكان البطن بتاعة الفسيخة كده. وبعدين بنشيل الشوك اللي في الجنبين، بيتشال بكل سهولة. هو شوك كبير كده بيتشال بكل سهولة. وبعدين بقى بنمسك القشرة بتاعة السمكية من الديل كده، وبعدين بالسكينة بقى بتحكي واحدة واحدة كده بالراحة، بتطلع معاكي لحم الفسيخية زي الفل زي ما انت شايفة. وتحاسبي طبعا علشان ما تنزلش طبعا على القشور اللي هي على الورقة، بتطلع كده بالشكل ده.
بصي بتسحبي كده القشرة علشان تتحكمي فيها. بصي شكلها بجد يفتح النفس. ودي كمان كده بنستغنى عنها طبعا. دي اخر واحده تاني يا حبايب قلبي اهوت. معلش انا بحاول ان انا اكد عليكم في التنظيف، وعملت معاكم 3 وحدات كده علشان تشوفوه. بنشيل الزعانف، اهم حاجه مناديل جنبنا، باستمرار بنمسح البلانشه بتاعتنا. تمام. وبعدين بنفتح البطن بتاعتها بعد ما نشيل الزعانف، بنحك القشور بتاعتها عكس الاتجاه، وبنبدأ نفتح الجزء اللي هو ماسك في الديل كده بالشكل ده بالمقص، بالشكل ده. وطبعا بنشيل الطبقة اللي هي السوداء اللي هي تحت اللي هي مكان البطن يعني. وبعدين بنخلي الشوكة بتاعتها بالشكل ده. سهلة جدا جدا، مفيهاش اي مشكلة. تمام. انا شلت طبعا الطبق بتاع التقديم بعدته بعيد علشان وانا بحك الشوك ما يجيش عليه يعني على الفسيخ اللي انا منضفاه، يعني يجي عليه شوكية من مكان ما بحك السمك ولا حاجة. تمام كده. كده خلصت الكمية كلها معايا زي الفل. هنا بقى حبايب قلبي علشان احنا هنبدأ ان احنا ناكله. هنحط عليه معلقتين كبار من الزيت، ممكن زيت زيتون او زيت من عباد الشمس او زيت كريستال او زيت ذرة، اي زيت كويس. وبعدين بنعصر عليه عصرة ليمونتين. ولو انت كمان لو انت بقى مش هتاكليه ممكن تحطيه في علبة وما تحطيش عليه ليمون خالص دلوقتي الا وقت التقديم. علبة طبعا محكمة الغلق كده وبتحطها على الشبكة. هنا بقى الاير فاير هعمل عليها فيها شوية بطاطس كده. يعني انا بشتغل فيها كتير بصراحة، بس بيصادف ان انا ما بكونش بصور في اليوم ده. جميلة جدا جدا وبجد بجد يعني انا بحبها. منجزه معايا، وكمان ما بنستخدمش زيت كتير طبعا علشان صحتنا. حطيت معلقتين كمان من الزيت على البطاطس، وكنت مولعاها طبعا عشان تسخن، وظبطها على تلت ساعه وحطها. طلعت معايا البطاطس تحفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.